السلام عليكم متابعي قناة يلا كورة. تصريح خطير للكابتن حسام غالي رئيس بعثة النادي الأهلي في مباراة نهائية لدوري أبطال أفريقيا. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ اضغط لايك ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. صرح الكابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي لبعض الأشخاص المقربين له حقيقة تواجده على منصة التتويج في نهائي دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي والوداد المغربي. وقال غالي في تصريحه: لم يكن هناك اتفاق على صعودي على منصة التتويج، ولكن قبل بداية المباراة دار حوار بيني وبين الكابتن محمود الخطيب، وأبلغني فيه أنه في حالة فوز النادي الأهلي سأكون أنا المتواجد على منصة التتويج، وذلك بصفتي رئيس البعثة، ولكن في حالة أننا لم نوفق بالفوز فإنه هو من سيتواجد على المنصة، وذلك لرفع الحرج عني ولمؤازرة اللاعبين. وقال غالي أن الهدف الخطير من جعل رئيس البعثة هذه البطولة هو ما حدث في العام الماضي في المغرب ومنعي من دخول الملعب، وهذا بمثابة رد قلم رئيس نادي الوداد. وتحدث غالي عن مدى ثقة الخطيب به وبمجلس الإدارة وتحدث غالي عن مدى ثقة الخطيب به وبمجلس إدارة النادي الأهلي، وقال أنهم واثقون من قدرات لاعبي الأهلي، فهؤلاء اللاعبون هدفهم واضح وهو الحصول على البطولات، وهذا ما عاهدنا عليه طوال مشوارنا مع النادي الأهلي.